ايه ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ميعادنا مع واحده من المنهوات الممتعه، جديده ورايقه جدا. بس في البدايه مش تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني وتعلق ليا في الفيديوهات. تبدا المنهوه بتاعتنا بسماع صوت زئير عالي جدا جوه الغابه، وساعتها صدى الصوت بيكون مرعب. واتنين من الالف الصغيرين كانوا بيجروا بين الشجر وهم مرعوبين. واحد فيهم بيفعل مهارة عنده وبيصرخ يقول خطوة الرياح، وفجأة النظام بيظهر قدامه ويوضحوا إن المهارة تم تفعيلها. وفضل يجري بأقصى سرعته وهو بيهرب من حاجة مرعبة بتجري وراه. وفعل كمان مهارة زي السرعة الخفية وعداء الغابة. أما البنت اللي معاه من الإلف كانت بتجري هي كمان، وبتترجى إنه يهدي السرعة شوية. كان اسمها ماليكا، عبارة عن إلف من الغابة من المستوى التاسع، وعليها حالة سلبية اسمها الارتباك. أما الولد فكان اسمه رونالدو، كان من المستوى العاشر وعنده حالة سلبية أخطر منها بكتير اسمها حالة الرعب. وقال لها وهو بيلقط نفسه بالعافية أكيد هو ورانا، لازم تفضلي تجري، اوعي تبص وراكي. وهنا البنت مليكة بتسأله بخوف هو أنت عايز نصحى جوه بطن الوحش ولا إيه؟ وبتصرخ فيه بخوف وتقول له استخدم أي مهارة عندك، في مهارة عندك زي مهارة الصياد وطلعنا من هنا بسرعة. لكن للأسف الولد أورنالدو بيرد عليها ويقول لها خلاص مفيش ولا مهارة فاضلة. وفجأة كأنه افتكر حاجة وبص قدامه وقال بدهشة استني، أنا كسبت مهارة جديدة. والمهارة كان اسمها هروب الجبان، ودي بتدي دفعة سرعة إضافية للهروب من الأعداء، بس بشرط إنك ما تبصش وراك. وبعدها بيزود سرعته أكتر، وقال هو بيجري شكرا للحاكم لاسن، بس يا ريت المهارة تكون كافية. وبيمسك ساعتها ايد مليكة بشكل جامد، وانطلقوا بسرعة خرافية زي النيزك ناحية القرية. وهو بيقول لازم نبلغهم فورا. والوحش بيقف في الغابة متفاجئ إن مفيش حد بيطارده. وبعد شوية مشي وهو متضايق. وبعد وقت ما مر وصلت مجموعة مغامرين عند بوابة المدينة وهم بيصرخوا فعلوا الإنذار. ومليكة وقعت على الأرض من التعب. وكان في شخص اسمه أونتال بيشاور قدامه وقال دول عبارة عن بشر. والمدينة كلها بتدخل في حالة هلع، من ناس بتقول رجعوا تاني. وإلف معين كان واقف بيتفرج بهدوء واهتمام. وفي قاعة كبيرة وفخمة حد قال سمعت اللي حصل؟ وواحدة من الإلف بترد وبتقول في ولد كان بيصرخ بصوت عالي بيصحي الموتى، ولو الكلام ده صح احنا محتاجينه. وهنا السيدة بتنادي عليه وتقول له اقرا اللي حصل يا ريدن. قال لها حسب التقارير ده مجرد انسان صغير في السن، مش خطر كبير. وهنا النبيلة بترد عليه بشكل عصبي وتقول له البشر بيتطوروا بسرعة مرعبة، حتى الصغير فيهم خطر. فاكر انهم عملوا معركة الامم الستة بسبب خلاف حدودي بسيط، وعطشهم للمستويات ملوش حدود، وكانوا هيحتلوا الالترا كلها لولا ان الكل اتحد ضدهم من الالف والخدم وكل الاقزام والجيليون والدرانكرين. وبالرغم من كده انتصرنا عليهم بصعوبة. وكل ما البشر كانوا بيقاتلوا اكتر نمو مستوياتهم كان بيزيد بجنون، لان الادمان خلاهم يفقدوا عقلهم ومحدش كان بيقدر يوقفهم. وكل ده حصل لحد ما دمروا نفسهم بنفسهم في فعل انتقام اخير اسمه الكارثة. ومن ساعتها ما شفناش ولا انسان، علشان كده احنا محتاجينه. اما رير كان عبارة عن الف صياد من المستوى ال 48، وحالته النفسية هي عبارة عن الكآبة. وقالت له كيرا ومينا في دورية والقرية دلوقتي مكشوفة، انت لازم تحقق في الموضوع وتعمل اللي لازم قبل ما الانسان ده يبعد اكتر من كده. وهنريديان قال لها بكل توتر بعد كل اللي حصل وبعد كل اللي خسرناه انا مش متأكد ان عندي القوة دي جوه قلبي. ورد عليه واحد من الشيوخ وقال له كلنا لسه موجوعين، بس انت اخر صياد نخبة في القرية. وهنريديان بيبص له بنظرة عجز، وبعد ثواني بيتماسك وقال بصوت ثابت هيبقى زي ما عايزين. وبعد شوية وهو جوه الغابة الإلف لاحظوا حاجة، إن في واحد منهم قلب توتر هو ده اللي في بالي. لكن ريديان قطعه في الكلام وقال لهم خليكوا جاهزين. وفعل مهارات التعرف وبص على الكائن اللي قدامه، وطلع فعلا إنسان من المستوى الرابع وعليه حالة كآبة واحدة، وهو هوى زيادة المستوى. وكان لسه قاضي على وحش وماشي وهو جرر السيف وبيقول أنا جعان. وريديان بيسحب سهم من الجراب وقال بهدوء دي هتبقى بلا ألم. وبيقدر يفعل مهارات زي طلقة القوة والسهم الخارق، وضربه وهو بيقول سهم واحد ونهاية فورية، ويا ريت حاكم البشر ياخده عنده برفق وما يرجعش يلوث أي فرع تاني. والسهم انطلق بقوة رهيبة، لكن الإنسان قدر إنه يتفاداه. والسهم خبط في شجرة وفتح فيها فجوة ضخمة. وليلف اتصدم وقال حتى بمستواه القليل ده سريع جدا. والإنسان لاحظهم وبدأ يتفادى السهام واحد ورا التاني لحد ما سهم ضربه في رجله. والصياد اندفع ناحيته وضربه، لكن الهجوم اتصد بسهولة. وبعدها بدأوا إنهم يتبادلوا الضربات في نص الساحة،
وفجأة الإنسان بطل يدافع وهاجم بسرعة، والإلف اتفاجئ وحاول يمنع الضربة بصعوبة، وسمع الإنسان بيقول له من فضلك، وقال له يا ريتك تبقى فاهمني. وهنا ريديان بيتصدم وصرخ للصيادين ارجعوا ورا. وفجأة ظهر وحش عملاق وهو عبارة عن سيد الغابة من المستوى 42 وعليه حالة عدوى. والوحش الضخم هاجم بعنف ورمى كذا واحد بعيد عنه، وريديان نط على الوحش بكل قوة وحاول يبعده عن واحد من أصحابه وغرس سلاحه في ظهره، بس اتفاجئ إن السلاح اتعلق في ظهر الوحش، والوحش ساعتها بيلف ويبصله بنظرة مرعبة. وهنا ريديان اضطر إنه ينط بسرعة وينسحب للخلف، والوحش بدأ يعمل صوت عالي ويزقر بصوت مفزع، وبغضب شديد اندفع ناحيتهم. ومع الخبطة ريديان فقد توازنه، وفي لحظة الوحش وقع عليه وهو بيحاول يدافع عن نفسه. وساعتها ظهر إنسان فجأة وقرب من الوحش وهو بيزقر بصوته، وريقه كان سايح فوق ريديان. وفجأة الإنسان رفع سيفه الضخم وغرسه بكل قوة في راس الوحش، وريديان بيزحف ويطلع من تحت الجثة وبيكون بيتنفس بصعوبة. وساعتها بتظهر نافذة حالة وبيظهر فيها إن العدو اتقضى عليه، وإن كان عبارة عن دب عجوز هائج. وكمان الإنسان زاد مستواه كذا مرة لحد ما وصل للمستوى الثامن. وهنا الإلف قلق جدا من استخدام مهارة الفحص، واتصدم لما شاف قد إيه الإنسان اتطور بسرعة، وقال بدهشة إنه ما شافش حاجة مرعبة كده من زمن، وكان تقريبا نسي الإحساس ده من زمان. وفجأة الإنسان سحب سيفه من جسم الوحش وبص لريديان وقال له بحدة إنه كان ناوي يقضي عليه، وضاف إنه ما عملش أي حاجة للإلف، ومع ذلك حاولوا يهاجموه زي أي حد تاني في الغابة الملعونة دي، وكان بيجهز نفسه للهجوم. وقالوا إنه خد 4 مستويات من الدب ده، وبنظرة مليانة تصميم قال يا ترى هكسب كام مستوى لو قضيت عليك أنت كمان. وقبل الحادثة دي بأسبوع شاب كان بيهزر وبيسأل صاحبه إنه يحكي له أكتر عن حفلة امبارح، وصاحبه قال له إنها كانت حفلة أسطورية، وناداه باسم روب وقال له إنه كان لازم يكون موجود. وروب بيرد عليه ويقول له إنه ما كانش ينفع يروح بسبب الألعاب النارية رغم إنهم ما يقدروش يثبتوا عليه حاجة. وصاحبه قال له إن الناس كانت هتحبه، وروب بيرد عليه ويقول له إن الناس بتحبه بس عشان صاحبه محبوب. وصاحبه هنا بيضحك وقال له لا يا عم، الناس بتحب روب عشان روب شخص جامد. وروب ساعتها بيتكسف وفرح وقال لو كمل كلام كده هيكسفوه. وصاحبه بيضحك ويقول له انت وشك احمر خالص. وروب بيرد عليه ويقول له ان ده من الحر مش اكتر. وفي حد بينادي على جيسون فراح يكلم بنتين، وروب افتكر انهم اصحاب من ايام الحضانه، وان جيسون دايما كان بيحاول يخرجه من قوقعته، بس في الحقيقه ان روب كان مرتاح جوه القوقعه بتاعته مريحه جدا وريحتها دايما بيتزا. اما جيسون بينادي على روب وقال له يلا يلا عشان ما نتاخروش عن الدكتور. وروب ساله اذا كان ناوي يجري لحد هناك. وفجاه حصل حاجه غريبه، جيسون سال روب انت مالك فيك ايه وليه باصص كده كانك شايف مدرس الالعاب بتاعنا من الثانويه قدامك. وروب وهو مرعوب كان بيتلجلج في الكلام وشاور على حاجه موجوده وراهم. وهنا جيسون بيلعنه ويقول له ان ده مش المدرس، ومسك ايد روب وقال له اجري دلوقتي. وبداوا يجروا. وفجاه جيسون لاحظ طالب وقع على الارض وساب روب رغم ان روب صرخ، وجيسون قال لا. وجيسون وصل للطالب وقال له ما يخافش انا معاك. وروب افتكر انه طول عمره متفرج فقط وعمره ما كان بطل، والبطل دايما كان جيسون مش هو. والمخلوق ده بدأ يخبط في الممر، وروب صرخ لجيسون وقال له ان الحاجة دي وراه، وبيطلعوا يجروا تاني. وروب جواه احساس انه عمره ما كان بطل. وفجأة واحد من مجسات المخلوق ده مسكت رجل جيسون ووقع على الارض، وصرخ لروب عشان يساعده وقال له انه مش قادر يتحرك. وساعتها روب بيجري عليه وهو بيفكر يقول لنفسه ان المرة دي انا لازم احاول. وفجأة سلسلة طلعت من المخلوق واتجهت مباشرة ناحية جيسون، ومن غير أي تفكير روب بينط قدامه ومسكه وحاول إنه يحميه. لكن للأسف السلسلة لفت على دراع روب، وقال لنفسه إن المنظر ده مش مطمئن تماما، وخصوصا لما السلسلة اتحولت لقيود مربوطة في إيده. وهنا جيسون بقى حر، لكن روب اتشد ناحية المخلوق وجيسون جري وراه وهو بيصرخ باسم روب. وروب هنا كان بيتسحب ناحية بوابة غريبة جدا، ونادى على جيسون إن آخر حاجة شافها قبل ما يبلعوا البوابة، وكان جيسون بيجري ناحيته. أما روب وقع في فراغ مظلم والسلسلة كانت بتجره، وفي مادة بنفسجية بدأت تغطي جسمه كله. وفجأة لقى نفسه جوه مكعب، وهو جوه المكعب ده حس إنه بيسافر بعيد قوي. وبعدها صوت غريب قال له أنت هتمشي بعد فترة. وروب فاق في مكان غريب وسأل نفسه هو أنا مت؟ والمكان كان شبه الكهف، فقال لنفسه ما يروحش ناحية النور. ولما خرج اكتشف إنه لسه عايش، وده كان خبر حلو جدا. بس السؤال بقى أنا فين بالظبط؟ وروب كان بيتمشى على حف الجبل وبص حوالين منه عشان يقدر يشوف المكان كله، وساعتها بيشوف بركان وحيوانات غريبة كان المفروض إنها تكون انقرضت من زمان،
وده بيخليه يخاف أكتر، وبيدرك إن بعيد جدا عن الجامعة. وساعتها بيحاول يهدي نفسه، وفكر إنه لازم يرجع تاني لجيسون، بس مش كان عارف المكان ده فين بالظبط. وبيسأل نفسه إذا كان كده تمام ولا لأ، وقرر إنه يمشي في ناحية اتجاه معين. لكنه اتفاجئ بحاجة غريبة على رجليه، وبعدين لاحظ إنه شايل سيف غريب على ظهره. ولما مسكه اكتشفوا إنه سيف حقيقي، وسيف قاطع جدا وحاد. وفجأة ظهرت قدامه نافذة حالة، وقالت له إنه خسر نقطة حياة واحدة. ولما ضغط عليها ظهر له اسمه، وقال له إنه عبارة عن إنسان من المستوى الأول. وكمان ظهرت له نافذة حالة بتبين له كل القدرات اللي عنده، الطاقة والقدرات السحرية. وحس إن المكان ده زي لعبة الفي ار بالظبط، واللغة كلها كانت ار بي جي. وساعتها بيلاقي مهارة سلبية عنده اسمها القراءة السريعة، وبدأ يسأل نفسه إذا كانت دي مهارة حقيقية ولا لأ. وساعتها بيحاول يهدي نفسه وما خدهاش بجدية في البداية. وفجأة صوت عالي جه من ناحية الغابة، وده خلاه يهرب من الخوف. وبيظهر قدامه عبارة عن ذئب مريض ضخم، كان ماشي بحالة ضعف ومنظره مقرف جدا. وظهر قدامه على نافذة الحالة إنه ذئب من المستوى الثامن، وهو عبارة عن ذئب غامض ومصاب. وروب استغرب وقال إيه ده؟ إزاي استخدم حاجة زي دي؟ والذئب جه ناحيته وهو بيحاول يبعد عنه، بس كان مرتبك وبيضرب بالسيف بطريقة هستيرية من غير ما يبص. وفجأة الذئب هجم عليه وعضه من كتفه، وده عمل له ألم شديد وبيصرخ من الألم. فساعتها ضربه من السيف، وبحركة مهارة قدر إنه يقسم الذئب ده لنصين بحركة واحدة. والذئب وقع ساعتها على الأرض ومات على الفور. أما روب فحس بألم شديد ووقع على الأرض جنب الذئب. وظهرت قدامه نافذة الحالة إنه خسر 5 نقاط حياة، وبعدين 9 بسبب النزيف اللي حصل له. وفكر إن ده مش في آر، لأنه فعلا بينزف. وسند ساعتها على شجرة، ونقاط الحياة بتاعته بدأت تقل أكتر وأكتر. وبدأ يفكر يمكن ده كابوس، واصحى في السرير الدافي. وبص على إيده وقال لنفسه إنه ممكن يموت ولازم يوقف النزيف ده حالا. وبدأ يحاول يوقف الدم باستخدام قطعة من هدومه، بس مش كان قادر يركز، والأول مرة بيتألم بالشكل ده جامد. وحاول يفتكر اللي اتعلمه في مادة الأحياء وهو بيحاول يعالج نفسه. وفكر كمان في والدة جيسون واللي كانت مريضة جدا، وقال لنفسه شكرا ليها. وحاول يرفع دراعه المصابة ويحافظ على وضعية معينة، بس حاسس إن ده مش شغال معاه بشكل جيد. وزعل جدا وقال لنفسه مش هموت هنا، مين اللي ممكن يرميه كده وسط الوحوش؟ وقرر إنه لازم يخرج من ده ويلاقي الشخص اللي سببه، ويخليه يفتح بوابة ترجعه بيتهم تاني. وفجأة جسد الذئب اللي مات بدأ يسيح ويتحول لبركة، وظهرت نافذة حالة وقالت إن الذئب الغامض اتغلب عليه. أما روب فبيوصل للمستوى التاني وكسب 5 نقاط من الخصائص بتاعته، واستغرب جدا. وكمان ظهرت قدامه مهارة غريبة اسمها ما تحاولش تكون لطيف، ودي بتحسن مقاومته لما بيكون قريب من الموت. وضغط تأكيد وظهر له قدامه انه كسب 10 نقط حياة إضافية. وكمان حصل على مهارة جلد قوي لتقليل الضرر، وكمان بتتجدد وبتعمله حالة شفاء بنسبة 10% من حياته كل ساعة. وبعد كده روب بينام على الأرض وسط الغابة، وجيسون قال له إنه سمع عن حفلة في الشارع الرابع. وروب قال له دي هتبان عبارة عن حاجة حلوة، متعة وحاجات كتير. وصاحبه استغرب وسأله إذا كان بيتكلم بجد، وقال له لو حصل لك إيه مع إنك ما قابلتش حد غير ألعاب وفوضى. وروب بيدافع عن نفسه وقال مش بروح أعمل أي مشاكل، بس المشاكل دايما هي اللي بتقابلني. وهنا جيسون بيقول له أنا متأكد إن محدش هيعرف اللي استخدم الألعاب النارية. وروب ابتسم وقال له إن بعد ما يتخرجوا محدش هيقدر يعمل حاجات زي دي تاني، ولازم يستمتعوا قبلها على الآخر. وروب حس إن ده عبارة عن حلم، لكنه كان سعيد جدا إنه شاف جيسون تاني مرة، وما قدرش يستنى إنه يشوفه في الحقيقة. وقال لنفسه إنه راجع البيت مهما حصل. وجيسون رد عليه وقال له حتى لو عمل كده مش هيقدر يشوفه تاني، لأنه خلاص مات. وروب اتصدم وسأله وقال له أنت قلت إيه دلوقتي؟ وصاحبه قال له خلاص خلصت أنا مت. وسأله هو فاكر إن أنا نجيت أو حاجة؟ وروب قال له ده مستحيل يحصل. وجيسون قال له إنه ما شافش العواقب كلها، وممكن يكون اتسحب للبوابة معاه، ومفيش سبب يعتقد إن دي كانت سلسلة واحدة بس. وروب قال له إنه مش عارف وما عرفش حاجة عن ده، لكن صاحبه قال له ممكن يحصل. وروب صرخ في نفسه وقال له يبطل كلام زي ده، ده كله عبارة عن كلام بيجري في دماغه. وجيسون قال له يبص لنفسه شكله بقى عامل ازاي، زي كلب صغير مرمي في الشارع وحالته ميؤوس منها. وسأله هو انت فعلا فاكر ان احنا اصحاب من واحنا صغيرين من غير نمط ولا اي حاجة؟ وسحب العقد من رقبته وقال له انا اسف يا صاحبي، انا خلاص عديت حدودي معاك. وروب استغرب وسأله انت بتعمل ايه؟ وصاحبه ساعتها بيبتسم ابتسامة شريرة ورجع ورا خطوة. وفجأة عدة مجسات بنفسجية مسكت على كتف روب
وبدأت تسيطر على جسمه كله. في اللحظة دي روب صحي من الكابوس وكان خايف وبيترعش من الخوف، وسند على شجرة وقال لنفسه الكابوس ده مش طبيعي، أنا لسه موجود في المكان ده. وبدأ يشيل الضمادات اللي موجودة على دراعه، وفرح لما شاف إنه اتحسن وفهم إن العالم ده مختلف تماما عن العالم اللي كان فيه. وقال لنفسه على الأقل ما بقتش زي الذئب ده وسحت في المكان، وإلا كان زماني مجرد كتلة من الطين دلوقتي. وما كانش قادر يبطل يبص عليه لأن هو اللي قضى على الذئب. وغطى بقه بإيده وفكر إنه مش كويس، وحس ساعتها بقرف شديد ومش كان قادر يمسك نفسه، ورجع كل الأكل اللي في معدته. وبعدها فضل يمشي تحت المطر، ونافذة الحالة بتاعته بتوريله إنه بيخسر حياته مع الوقت، بس كمان بيقدر يسترجع كل حاجة بعد شوية. وقال لنفسه إنه عبارة عن شخص أحمق، لأن ده ممكن يبقى أسوأ. وحس بشوية راحة عشان بقى عنده تجدد، ورغم إنه بيحصل ببطء بعدين افتكر حاجة مهمة. لما وصل لمستوى أعلى كسب مهارة جديدة، وراح شاف نافذة الحالة ولقى إن واحدة منهم اتفعلت، وفكر إن ممكن دي تكون نكتة كونية. وعلى أي حال أي حد شغال في المكان ده يعرف إشارات الأرض. وقعد على الأرض وبص لنافذة الحالة المفتوحة، وفكر إذا كان لازم يقرب من الموت عشان يقدر ياخد المهارات بشكل أكبر، لكنه قرر إنه ياخد كل حاجة ممكن تساعده على إنه يعيش في الجحيم الخيالي ده. ولاحظ بعدها إن 15 دقيقة عدت، فممكن يستخدمها بشكل كبير ويستخدمها مرة تانية، وده كان كفاية عشان يقدر يعيش. بس فكر لما المدة تخلص هل ده هيكون ليه نهاية؟ وحس ساعتها إنه زي لعبة فيديو من غير زرار إعادة تشغيل. أما في الكهف فكر إن المكان ده ممكن يكون مليان وحوش غضبانة زي متعاطين المخدرات، وهو بس عايز يرجع البيت مش أكتر. وحاول يدفي إيده وفكر إنه ممكن يستخدم القوة للخروج، لكنه افتكر في اللحظة دي اللي قضى فيها على الذئب الغاضب، وساعتها رجله بتقشر من البرد. وقرر إنه هيفكر في ده بعدين، وافتكر الغلطة اللي عملها زمان لما ساب الكشافة قبل ما يعلموه ازاي يشعل النار. وقال لنفسه انه مش شايل اي حاجة مفيدة في جيبه زي ولاعة، وبالرغم من كده قرر يدور ولقى حاجة طلعت من جيبه عبارة عن ملاحظة. ولما قراها اتعصب جدا. الورقة كانت متوسخة ومكتوب فيها بس حظ سعيد ليك. وقعد هناك وهو زعلان وبيبص على الورقة وحس انها عبارة عن نكتة بايخة. وبنروح لمكان تاني اسمه اكزوديان، وبيكون في مجموعة بيحاربوا قتال عنيف ضد مجموعة عناكب. وهنا كان في بنت اسمها كيرا محاربة بالمستوى 27، وحالة التعب كانت واضحة عليها جدا. ومينا بتصرخ وتقول لكارا انهم عددهم كبير قوي، وساعتها ده بيكون عبارة عن الف من المستوى ال 25 ومتعب جدا. وكارا شايفة ان مينا صح ومش هيقدروا يخلصوا ويطهروا الدنجن دي لانهم هما اتنين بس، ومفيش دلوقتي قدامهم اي حل. وهنا كارا بتصرخ وتقول له يفضل قريب منهم لاننا لو اتفرقنا عن بعض معناه موت اكيد. وهو قال انه كان فاكر ان الدنجن دي سهله. وهنا كيرا قالت له انها اول واحده ظهرت قريب من القريه، ومينا سالت لو هو فاكر انه يقدر يتحملها، وشرحت انه عباره عن محارب والجسم بتاعه معمول عشان يتحمل كل اللي بيحصل، زي ما بالظبط القوس بتاعه معمول عشان يتحمل المعارك والصدام بتاعها. وساعتها بتسحبه عشان يستخبوا، وهو صح لها وقال ان ده مش مستواهم، وقال يا ريت بس يقدروا يرفعوا مستواهم بسرعه. وهنا كيرا بترد عليه وتقول له ان في مخلوق واحد بس يقدر يعمل ده، وهو اسوأ بكتير من اي حاجه موجوده جوه الدنجن دي. وساعتها بتشكر لاين انه مبقوش ساكنين قريب من المكان ده. وفي مكان تاني روب كان قاعد زعلان وبيسأل عن الورقه اللي مكتوب فيها حظ سعيد، وقال لنفسه ازاي حد غبي يحط الورقه دي هنا وكل اللي يكتبهولي حظ سعيد بس. وبعدها بيمسك الورقه وبيكرمشها كلها في ايده. وروب بيقول لنفسه طالما هو لسه عايش هلاقي اكيد طريقه يرجع بيها لبيته. ولما روب بيقف نافذة الحالة بتظهر وراه وبتقول له إن كسب نقطة قوة حياة، وعلى قد ما قرب من الموت ورجع لكن صحته بقت دلوقتي أكتر من النص. وابتسم وقال لنفسه دي حاجة تفرح، لكن فجأة حس إن معدته مش تمام، وفكر إن أول حاجة لازم يعملها النهاردة هي إنه ياكل ويشرب، أما الحاجة التانية إنه يكسب خبرة أكتر. وبص لنافذة الحالة ولاحظ إن كل ما يرفع مستواه حياته هتبقى أسهل مع البقاء على قيد الحياة. وحس بعدها بشوية حماس وقال لنفسه يلا بينا ننفذ اللي انا عايزه. وبعد شويه قابل ضفدع صغير وقال له صدقني في اللي هتشوفه، ووجه له ضربه. وقال لنفسه انه مش عايز يعمل كده، لكنه كسب نقطه خبره واحده وهو متغطي بالكامل بالطين بتاع الضفدع. وطلع يجري ورا ضفدع تاني وقال له تعالى هنا، كان عايز كل نقاط خبرته. وبدأ يجري وراه وهو بيقول ان محتاج نقاط الخبره مش اكتر. فجأة رجله بتخبط في حجر وقع على وشه وبينزل في الطين. وفي الوقت دوت الضفدع الصغير بيهرب، وروب بيرفع راسه وهو متحمس وبيقول له استناني. وقف هناك نص عريان
وهو حاسس إن عمره ما هيعطش مرة تانية. وبعد شوية وهو ماشي في الغابة كان بيصرخ ويقول فين البوابة، ومحتاج أروح البيت حالا بتاعي. وانحنى على جنب وبص على البركة الصغيرة وفكر يمكن البوابة هناك. لكن فجأة ظهر مخلوق غريب وراه، كان عبارة عن مخلوق سنانه حادة. واستمر في المشي وهو بيبص على نافذة الحالة، ولاحظ إن الام بي في نافذة الحالة معناها الحالة السحرية. وفكر ساعتها يهرب إنه يستخدم السحر. وفجأة انحنى وحاول يطلع هالة سحرية من إيده باستخدام السحر، بس اكتشف إنه مش شغال وحس إنه بيضحك على نفسه. وبعدها بشوية لقى قدامه ضفدع تخين جدا، وراح له كصياد الضفادع القوي اللي هو والضفدع كان شكله مش مهتم من الأساس. لكن بالرغم من كده اتحول لنقطة خبرة واحدة عنده. وبعد شوية حاول يحرك الورق بالسحر، بس مفيش فايدة برضه، واستسلم واخد الفاكهة بإيده. وكان حاسس إنه جعان جدا، والدوس على الضفادع مش بيزود خبرته بشكل كافي، وعارف إنه لسه بعيد عن المستوى اللي هو بيرفعه الأعلى. وفكر إنه محتاج يفكر في حاجة أكبر من الضفدع. فجأة سمع صوت قريب ولف وشاف الطائر بيطير بعيد، وقال لنفسه لو اصطادته أكيد هيديني خبرة أكبر. وبعد كده روب فضل هناك بيقاتل الضفادع، ويفكر إنه شوية غبي لأنه بيقاتل مخلوقات صغيرة. ونافذة الحالة بتظهر وراه وتقول له للأسف أنت كسبت مهارة سلبية في السيف بتخليه شاطر في السيوف والأسلحة المشابهة فقط. وروب قال لنفسه أنت عمرك ما شلت السيف قبل كده، كل اللي محتاجه شوية تدريب عشان تروح من المستوى صفر للمستوى الأول. لكنه كان لسه جعان جدا، والدوس على الضفادع مش بيزود خبرته بشكل كافي، وعارف إنه لسه بعيد عن رفع المستوى. فكر إنه محتاج يفكر في حاجة أكبر من الضفادع. وفجأة سمع صوت قريب منه ولف وشاف، وقال لنفسه يمكن لقيت الكاس المقدس. وروبن شاف أسعد حاجة ممكن يشوفها في حياته، زي كاس مقدس لطيف. وفكر بس يخلي سيفه يطير بحركات شكلها حلو، وكان فاكر إن السنجاب ده لطيف وممكن يحطه فوق. لكن فجأة اكتشف إن ده عبارة عن سنجاب مصاب من المستوى الثالث، وفكر إنه يخدشه. وقال لنفسه ده مش لطيف خالص، والسنجاب قذر جدا. نط عليه وهو بيصرخ، وروبن مسكه في الهوا وضربه على دماغه ورماه على الشجرة لحد ما اتحطم تماما. أما الجهاز اللي على الشاشة كان وراه بيقول له إنك كسبت 10 نقاط خبرة على هزيمة عدو من المستوى الثالث. ورغم إن إيده المليانة بقايا المخلوق فرح جدا لما وصل على طول المستوى الثالث وكسب 5 نقاط، وكمان كسب زيادة في الخصائص. وضحك وقال مين اللي المستوى الثالث دلوقتي مش انت؟ وابتسم على السنجاب الميت وقال له دلوقتي بقى المستوى صفر ضعيف جدا. والجهاز بيوري له نظره اتحسن وبقى عنده مهارة إضافية في الإدراك، وكمان حصل على مهارة جديدة اسمها مهارة البحث عن أكل ومية، وكمان بيقدر يتتبع الفرائس بتاعته. وكان مبسوط لما كمل رحلته وهو ساب البقايا القذرة بتقع من فوق الشجرة. لكن فجأة في سنجاب تاني بيظهر وشكله كان أغرب من الأولاني، وشه كان مخيف بطريقة مرعبة. والجهاز هنا بيحذره ويقول له إن السنجاب ده من المستوى الرابع ومصاب وغضبان جدا. والسنجاب ساعتها بينط على روب فجأة وضربه على راسه ضربة قوية. أما روب بيصرخ من الوجع وبدأ يجري بأقصى سرعة وحاول يهز السنجاب ويبعده عنه. وبالفعل قدر إنه يخلص نفسه وبدأ يجري بعدها، بس السنجاب ما سابوش وطلع يجري ورا منه وبيطارده ويجري ورا منه بجنون، مش ناوي إنه يسيبه أبدا. أما روب جري لحد لما وصل لنهاية الطريق ولقى قدامه منحدر كبير، مفيش أي طريق تاني قدامه. وروب وهو بيبص حوالين منه قال هو مفيش سور حماية في العالم ده ولا إيه؟ وفي نفس اللحظة السنجاب خبطه في ظهره زي الرصاصة وطيره من فوق المنحدر. والاتنين هنا بيصرخوا وهم بيقعوا من فوق المنحدر بطريقة مرعبة. ولحسن الحظ روب قدر يمسك في غصن شجرة وهو واقع. أما السنجاب فما كانش محظوظ إطلاقا، ووقع لتحت واختفى. أما روب فكان متعلق في الغصن وبيتنفس بصعوبة وهو خايف، وبص لتحت وقال في نفسه إنه لازم يتسلق ويرجع تاني، يمكن يلاقي طريقة أفضل من كده، أو حتى يمكن إن هو يستسلم. والفكرة دخلت دماغه اللحظة وقال لنفسه ليه لأ؟ أهلي دلوقتي مش عارفين أنا فين، والوقت بيعدي بسرعة، ويومين بقوا أسبوع، والأسبوع بقى شهر، ومين عارف المدة دي هتخلص إمتى. وهو عارف إن جيسون هيحاول يقول لهم اللي حصل، بس ما كانش متأكد إنهم هيصدقوه. وسأل نفسه وهو عينيه بتدمع هل ممكن إن أنا أشوفهم تاني؟ طب لو ما رجعتش هيعمل إيه؟ ودموعه نزلت من عينه، وساعتها بدأ يهز راسه بقوة وقال مستحيل أستسلم. وبيشد نفسه وبدأ يمسك سيفه وقال بصوت ثابت بطريقة أو بأخرى أنا لازم أرجع بيتي تاني. في اللحظة دي الجهاز ظهر وقال له إنه اكتسب مهارة التسلق، ودي هتساعده يطلع بشكل أفضل. وبعد مجهود طويل وصل لفوق، وكمان اتعلم مهارة التنفس العميق اللي بترجع طاقته عن طريق التنفس، وخصوصا بعد التعب الشديد.
ومستوى مهارة التسلق عنده زاد من 1 لحد 2. ولما وصل للقمة أخيرا بدأ يستريح شوية وكسب نقط زيادة في الرشاقة، وكانت سبب في رد فعله السريع. وروب بيقول لنفسه وهو بيتنفس بصعوبة إن المكان ده فعلا عايز يقتلني. وبعدين بص حواليه وقال بهدوء بس جميل قوي، ودموعه نزلت تاني. وفكر إن جيسون كان هيحب يشوف المنظر ده جدا، وقرر إنه في يوم من الأيام هيحكي له هو وأهله كل اللي حصل له. وفجأة في وسط حزنه الجهاز بيعلن إنه اكتسب مهارة نادرة وهي مقاومة الحزن، ودي اللي بتخليه يرجع لطبيعته أسرع بعد المواقف الصعبة. وروب بدأ يبكي وقال لأ أنا مش عايز أفقد الإحساس ده، وكان حاسس إن الحزن أصبح دلوقتي جزء منه وهو مش عايز يمحيه تماما. وبعد شوية الجهاز وراه إن المهارة اتوقفت، وكان مشتاق جدا إنه يرجع لأهله وعارف إن هم أكيد مستنيينه. وفي نفس الوقت ده في مكان تاني من الغابة مليكة كانت بتضايق واحدة من جنيات الإلف اللي كانت بتحاول تصطاد سمكة بإيديها، وقالت لها استحالة تنجحي بالطريقة دي. وهنا جنية الإلف بترد عليها وقالت للناس اللي معاها لازم تهاجموا الحيوان. أما أورلاندو فكان واقف مبسوط وقال مش مستعجل، النهارده اليوم جميل جدا. وهنا مليكة بتوافقه وقالت إن الغابة هادية جدا وإنها حبت المكان ده جدا. لكن عند روب الوضع كان مختلف خالص، كان بيكره الغابة وحاسس إنها بتتعمد تعذبه. فجأة بيظهر ذئب قدامه، وروب بدأ يلوح له بالسيف يمكن يبعده عنه، وقال وهو خايف سيبني شوية ارتاح أنا تعبان جدا. وقبل ما يضربه قال بصوت واطي أنا آسف. والجهاز ظهر له إن الذئب ده من المستوى الثامن وعنده إصابة خطيرة، وده كان واضح جدا وباين على جلده إن الذئب عنده عدوى. والذئب هنا بينط عليه وحاول إنه يخبطه بمخلبه ويعضه، لكن روب كان أسرع منه وسبقه وضربه ضربة قوية جدا اخترقت جسمه على الفور. يا ترى الضربة اللي ضربها له روب دي هتأثر فيه وتقتله فعلا ولا لأ؟ ويا ترى هيقدر يتغلب على الذئب وكم نقطة هيكسبها؟ كل ده هنشوفه الفيديو الجاي. مش تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعليقك الحلو بيفرحني. في الختام سلام.